هذا مش استفزاز ساعات. انا تجمع الدستوري حاجه اخرى تو نحكيو فيه. هذه التجمع شنو التجمع؟ راهو حزب. اما التجمع هما تساتره. هو ايش معناه التجمع هذا؟ التجمع الدستوري الديمقراطي هذاك اسم تجمع كيما تقول حركه نداء تونس. التجمع اسمه التجمع الدستوري الديمقراطي. اسمه هكاك كلهم تساتره. هو الفرق ما بين الحزب الدستوري وحزب التجمع. اما التجمعين والتساتره كيف ما فماش فرق بيناتهم، ثم حتى فرق ما بين الاشخاص اللي متواجدين التساتره والتجمعين، ما ثماش حتى فرق بيناتهم كاشخاص. هذا شغل. حضرتك خدمت ايضا كرئيس مجلس النواب في بدايه عهد بن علي سنة واحدة. أما التجمعين والتساترة كيف ما فماش فرق بيناتهم، ثم حتى فرق. في القيادة ديجا في القيادة نتاع نداء تونس أبار كنتي ثم سيراو في الخماسي كان عضو لجنة مركزية زادة في التجمع في ألمانيا. مش في تونس، في ألمانيا. هو اليوم زاد من في القيادة. أي في القيادة معروف في المكتب التنفيذي. كان تجمعي كبير ما ننكروش، كان يشارك في الحملات الرئاسيه، في الحملات الانتخابيه، في التمويل مش في تونس، في المانيا. في المانيا توانسه. صحيح. هذا ما فماش المواصفات هذه عاديه انه يشارك في حملات. ما بين الاشخاص اللي متواجدين التساتره والتجمعين ما ثماش حتى فرق بيناتهم كاشخاص. هذا شغل. انا واحد من الناس ايدت 7 نوفمبر وما عنديش عذر. انا نعرفه، كنت انا وزير الدفاع ونعرفه خدم معي ونعرفوا اللي ما مش صادق. تزيفت الانتخابات في عهد وقت اللي هو وزير الداخليه ويعترف انهم زيفوا الانتخابات. اليوم وزير الداخليه في نظام دكتاتوري يولي رمز يحكي على الديمقراطيه والحريه وكذا والانتخابات الشفافه. شنو التفسير؟ هذه تزييف انتخابات في عام 81 حتى حد ما يلوج عليه، تو حكايه عندها 30 سنه نساوها الناس الكل. تاريخ. معنى كده انك بتعترف ان كل الانتخابات حتى في عهد بورقيبه كانت تماما مزورة. هذا مش اعتراف، هذا معروف. حتى حينما كنت انت وزير الداخليه. تماما نعم. تو حكايه عندها 30 سنه نساوها الناس الكل. تاريخ. ومش بسيطه الحكايه. احنا مستانسين طول عمرنا واحنا نزوروا باش تو نوليو هكا ثقات سي با فاسيل. فهمت ولا؟ تو حكايه عندها 30 سنه نساوها الناس الكل. تاريخ. وانا نتصور هذايا اللي قاعد اللي خدم العمل هذايا هو سي خميس قصيله. هذايا سي خميس قصيله. يعني انت غريمك سي خميس قصيله تو في مش غريمي. سي خميس قصيله هذايا انسان كي يحب يعمل ديما يحب المشاكل. معروف كي كان في حزب التكتل والسي مصطفى بن جعفر فرح به ودخله وعطاه مقامه ووصل معناها كعضو ما برد لما كسر حزب التكتل. والناس الكل كي تدخل في نداء تونس كلهم يقولوا اللي هذايا سي قصيله راهو باش يكسر حزب نداء تونس. وهذا اللي قاعد صاير. حسب رايك هذا معناها انا حسب رايي عامل عصابه في وسط نداء تونس وقاعد يعمل في مشاكل في وسط نداء تونس. هذا سي خميس قصيله وهو اللي خدم الخدمه هذه الكل. والنواب بريئين هو اللي قاعد يخدم لهم في مع عبد العزيز كنت باش انسان ينجموا يخدموه ويشربوا له ينجموا كيف يقولوا هكا هو معنا كامل هو معنا ينجم يقنعوا بالحاجه. اي هم يتصلوا بينا. وشنو ربحتوا انتم من القصاص؟ شنو اضاف النداء تونس مثلا القصاص نجم نقولوا في الجهه نتاعو ولا ظاهره شعبيه عنده هكا معناها كما تقول رمز ثم ناس يقولوا حاجات يعني باش يصوتوا لكم الجماعه اللي ياكلوا في الظلف يعني قصدك؟ يا اخي هو سي عبد العزيز انتم تعرفوه في الاعلام ينجم يقول اللي يجي طلعت له في مخه عمره ما قالها. هو تعرفش يقول تو البارح مثال في اجتماع ولا وقت البارح تعرفش قال انا ما دخلت في نداء تونس كان خاطر في تجمعي وفي تساتره ونعرف اللي هي عائله سياسيه قويه وقال وليتوا تعترفوا اللي انتم عندكم تجمعيين. هو قال تعرفش قال اخر قال انا علي هو معناه شاركت في كل التجارب الفاشله وحبيت ندخل في نداء تونس خاطر تجربه نداء تونس هي اللي باش تنجح. ان شاء الله ما تطلعش تجربه فاشله. يزيد يكمل تجربه فاشله. يقول فيها علنيا قال انا شاركت في كل التجارب الفاشله. وهنا في نداء تونس باش مش تكون على خاطر ثم تساتره موجودين وعندهم تجربه كل شيء اللي باش ينجح معناها رجع في العمل له. اما هذاك انا تعرف الحقيقه انا ما ناخذش عليه. علاش ما تاخذش عليه؟ ما ناخذش عليه خاطر هو يتخمر هكا ويولي يقول كل شيء يقول حاجه وبعد يقول ضدها. معناها من الاول هكا خذيت في خاطري وبعد كيف فهمت العقليه نتاع الشخص ما عادش ناخذ عليه. نجم يقول شي يحب ما عادش ناخذ عليه. انا تعرف الحقيقه انا ما ناخذش عليه.
علاش ما تاخذش عليه؟ ما ناخذش عليه خاطر هو يتخمر هكا ويولي يقول كل شيء، يقول حاجه وبعد يقول ضدها. معناها من الاول هكا خذيت في خاطري، وبعد كيف فهمت العقليه نتاع الشخص ما عادش ناخذ عليه. نجم يقول شي يحب ما عادش ناخذ هذا.